لو انت لسه اول مرة تشوف القصة، انزل تحت في صندوق الوصف، هتلاقي لينك الجزء الاول والتاني عشان تعرف القصة من اولها. منى قالت لاحمد لو معاك نمرة سارة اتصل بيها دلوقتي. احمد كان مكسوف قوي من منى وهو بيجيب الموبايل، واتصل بسارة، بس للأسف سارة كانت قافلة الموبايل. قالت له طب معاك عنوان بيتها؟ فكر كده أحمد وقال لها أنا فاكر اللي أنا وصلتها مرة، بس ليه بتسألي عليه؟ قالت له هروح لها، لازم أواجهها وأشوف حل معاها، هي الوحيدة اللي عارفة إزاي تخلصك من اللي انت فيه ده. وتاني يوم منى راحت لسارة وخبطت عليها، وسارة فتحت لها. فمنى قالت لها انتي الأستاذة سارة؟ سارة قالت لها أيوة. منى قالت لها لو سمحت أنا عايزة أتكلم معاكي في موضوع ضروري قوي، ممكن أدخل؟ سارة قالت لها اتفضلي. منى أول لما دخلت البيت بصت لسارة وقالت لها أنا اسمي منى، مرات أحمد. أنا عارفة إن أحمد غلط في حقك وكدب عليكي وعلقك بيه واتصدمت فيه، بس مش أكتر مني. أنا مراته بقالي 10 سنين وكنا بنحب بعض قوي. أرجوكي، أحمد بيتعذب وكده هيموت، ولو حصل له أي حاجة أنا ممكن أموت وراه. أنا ماليش حد غيره وهو كمان ملهوش حد غيري. أنا عارفة اللي انتي زعلانة، بس أرجوكي فك السحر عنه، فك السحر اللي انتي عملتيه فيه. سارة قالت لها أنا عمري ما تعرضت للموقف ده، هو اللي خلاني أعمل كده، كدب عليا وقال لي اللي هو مش متجوز وخلاني أتعلق بيه وأحبه، وفي الآخر سابني. وبعدين هو انتي بتدافع عنه كده ليه؟ ده راجل خاين وكذاب ويستحق أكتر من كده. أنا لو مكانك أشمت فيه وأسيبه يروح في 60,000 داهية. منى قالت لها أرجوكي فك السحر، أنا ماليش حد غيره. سارة صعب عليها منى وقعدت تفكر، وقالت لها طيب بكرة تعالي معايا نروح للست اللي أنا عملت عندها السحر عشان نفكه. واتفقوا فعلا إن هم يروحوا للست دي، ومشيت من عند سارة ورجعت لأحمد. وهم قاعدين بياكلوا قالت له إن هي راحت لسارة واتفقت معاها إن هم يروحوا للست اللي عملت عندها السحر عشان تفكوا من عليه. أحمد قال لها لأ، ما تروحيش معاها في أي حتة، البت دي مش سهلة، خلي بالك منها وما تروحيش معاها في أي مكان. بس منى كان ليها رأي تاني، وكانت مقتنعة إن هي لو راحت مع سارة للست دي هيفكوا السحر. كانت عمالة تفكر في الموضوع ده طول الليل لغاية لما راحت في النوم. وعند الساعة 12 بالليل منى صحت أحمد وقالت له أحمد اصحى. وقال لها في ايه؟ قالت له وهي رايحة الحمام سمعت أصوات غريبة منه وخافت جدا، ودلوقتي هي خايفة جدا تخش الحمام لوحدها. تعالى معايا عشان أنا خايفة. أحمد قال لها طيب تعالي نشوف في ايه. وفعلا راح معاها الحمام، وبيفتح باب الحمام ما لقاش أي حد فيه. بص يمين وشمال ما لقاش أي حد فيه، وقال لها الحمام فاضي ما فيهوش أي حد، تعالي خشيه. منى راحت على الحمام عشان تدخله وقفلت الباب. أحمد كان قاعد مستني منى عشان تخرج من الحمام، وهو مستنيها
فجأة لقى منى بتنادي عليه من بعيد وبتقوله ايه اللي موقفك عندك يا احمد؟ احمد اتفزع وقعد يبص على الحمام وقال لها انت لسه مش داخله الحمام دلوقتي قدامي؟ قالت له لا، انا كنت نايمه وما لقيتكش جنبي. احمد خاف وقرب على الحمام ومنى قالت له في ايه يا احمد؟ وبيفتح باب الحمام اتفزع وجري على منى. منى قالت له في ايه يا احمد؟ مسك راسه وقال خلاص انا هتجنن، امتى هخلص من اللي انا فيه؟ امتى هخلص؟ منى كانت واقفه مستغربه من اللي هي بتشوفه ودخلت لأحمد. بس اللي ما تعرفوش منى ان كان في حد فعلا في الحمام وان احمد بيعاني من اللي بيشوفه. منى بعد ما شافت احمد في الحالة دي قررت ان هي تروح مع سارة للست المشعوذة عشان تخلص من الموضوع ده، وعشان هي مش قادرة تشوف احمد بالمنظر ده. وفعلا دخلت للست دي هي وسارة قالت للست انا عايزاكي تفك السحر من على احمد عشان خاطر مراته منى، وخلاص انا خدت حقي منه، عشان كده انا جايالك النهارده تفك السحر من عليه. الست بصت لها كده وقالت لها انت فاكره الموضوع بالبساطه دي ولعبه هتفكيها كده بالسهوله دي؟ انا حذرتك وقلتلك قبليها السحر الاسود ده خطير ومش هيعرف يتخلص منه، والموضوع ده هينتهي بالموت. الموضوع ده بقى مش في ايدي خلاص، بقى في ايد ناس تانية، ناس مش موجودين في عالمنا ده. اسفة مش هقدر اعملك حاجة. منى قالت لها ارجوكي فكي عنه السحر، انا مستعدة اعمل اي حاجة عشان يرجع تاني لطبيعته. الست قعدت تفكر كده وقالت لها في حل واحد بس يقدر يفك عنه السحر ويرجع تاني لطبيعته. الحل ده في ايدك انتي، ولو عملتيه بالطريقة المظبوطة ممكن يرجع تاني لطبيعته. بس خلي بالك لو عملتيه بطريقة غلط هتضري انتي واحتمال تموتي. هتقدري تعملي اللي هقولك عليه ولا لأ؟ منى ردت عليها بكل حماس ايوه هقدر. الست قالت لها جوزك لما اتعمل له السحر لبسته جنية، الجنية دي من اشد انواع جن خطورة ومش هينفع تتخلصي منها الا بطريقة واحدة بس. الجنية دي ليها جنية تانية عدوة ليها، هديكي كتاب تستدعيها بيها وتقعدي تقري منه وما توقفيش خالص القراية منه. مهما حصل ومهما شفتي اوعي توقفي قراية. بكرة هتروحي معايا المقابر وهتستدعي الجنية دي بالطريقة اللي انا هقولك عليها، ولو ما عملتيش اللي انا بقولك عليه بالطريقة الصحيحة انت كمان هتتأذي واحتمال تموتي. فهمتي؟ منى قالت لها ايوه فهمت. وفعلا منى راحت معاها تاني يوم المقابر وكانت خايفة جدا، بس برضو كانت عايزة تخلص احمد من اللي هو فيه. واول لما دخلت معاها لقيتها حاطة الكتاب. منى قعدت على الارض وبدأت تقرا الكتاب وتستدعي الجنية. وهي بتقرا في الكتاب فجأة شافت واحدة واقفة جنب الست. منى خافت وشاورت لها عليها
الست بصت جنبها وقالت لها اوعي توقفي قراية، كملي قراية. وطول ما هي بتقرا في الكتاب كانت بتشوف حاجات كتيرة بتظهر، بس كانت بتكمل قراية لأن هي ما ينفعش توقف أبدا. النهار طلع عليهم والست قالت لها هترجعي تاني يوم للمقبرة لوحدك بالليل وتقري في الكتاب تاني، واوعي توقفي مهما حصل. وفعلا منى رجعت لوحدها بالليل، كانت خايفة وكانت مترددة تدخل، بس قررت ان هي تدخل وتكمل اللي هي عملته. وقعدت تقرا في الكتاب عشان تستدعي الجنية اللي هتخلصها من السحر اللي معمول لأحمد. وهي بتقرا فجأة لقيت أحمد قاعد قدامها وشكله مخيف وبيقول لها بتعملي ايه؟ سيبي اللي انت بتعمليه ده، انا بتعذب، بطلي تقري في الكتاب ده. منى كانت خايفة جدا بس ما بطلتش قراية، وبتبص تاني على أحمد ما لقيتهوش. كانت خايفة جدا وبتترعش، وفجأة كانت خايفة جدا وبتترعش، وفجأة الجنية اللي منى استدعتها ظهرت وأنقذت منى وقضت على الجنية التانية. منى كان مغمى عليها على الأرض، وفاقت تاني يوم وقعدت تبص حواليها وما لقيتش أي حد. مسكت شنطتها وجريت من المكان ورجعت لأحمد وقالت له خلاص يا أحمد، السحر اتفك وهترجع تاني لطبيعتك. أحمد قال لها شكرا يا منى، من غيرك ما كنتش هتخلص من اللي أنا فيه، وآسف على كل حاجة، آسف على كل حاجة عملتها معاكي، وأوعدك إن احنا هنرجع تاني أحسن من الأول، وهنفضل مع بعض طول العمر، ومفيش حاجة تاني هتفرق ما بينا. منى قالت له ماشي، بس المهم عينك ما تزوخش تاني. وبكده وصلت معاكم لنهاية حلقة قصة أحمد ومنى. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان عيلة بيزو رعب تكبر، واستنونا في قصة جديدة.